فضلت ونبدأ بالملف المغربي. يعني عندما يقول هذا الكلام وزير الخارجية الجزائري أن تم رفض المساعدات عقب الزلزال، حاولت الاتصال لكن بوريطة لم يرد، برأيك هذا الكلام هل يقوي الموقف الجزائري نحو المغرب أم يضعفه؟ تحياتي لك زميلي قادة ولمشاهديك الكرام. طبعا هو اخلاقيا وسياسيا يقوي الموقف الجزائري، لانه على الاقل يثبت بان هذه ثالث فرصه يضيعها المغرب من اجل فتح نوافذ او على الاقل وضع خطوط جديده للتواصل والاتصال الذي يمكن ان يحلل الازمه. هان على الشيطان، راكم حامين السخانه هذه ولا شنو؟ يزيدوا شويه الكليماتيزار باش يبردوا شويه. قبل هذا التصريح يمكن أن نتذكر نعود إلى القمة العربية عندما قال وزير الخارجية السابق رمضان العمامرة بأنه لو حدث عن يعني شارك أو وصل الملك محمد الخامس إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية. والله ما سمعتك. وصل الملك محمد الخامس إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية. هي نضحكوا كامل هي. والتقى الرئيس الجزائري، كان يمكن أن تكون تلك الزيارة وذلك اللقاء فرصة لحلحلة الأزمة. رفض المساعدات أيضا هي فرصة ثانية ضائعة من قبل ضيعها المغرب وضاعت على البلدين من أجل حلحلة الأزمة. عدم الرد على الاتصال الهاتفي أيضا فرصة ثالثة تضيع من أجل حلحلة الأزمة. ودعني أقول بأنه قد لا أكشف سر أنه قبل كل ذلك في غضون 2020 كان هناك طلب من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لزيارة الجزائر، وتمت الموافقة على أن يقوم بالزيارة، وفي اليوم الموالي تم إلغاء الزيارة من قبله بدون أي سابق إنذار ودون أي مبرر، وكان المبرر حينها أنه أصيب بكورونا، ولكن في اليوم الموالي قام باستقبال السفير الأوغندي، وبالتالي ظهر بأن المبرر لم يكن هو هذا. إذن هذه فرصة، يعني المغرب يضيع أيضا فرصة أخرى لحلحلة الأزمة يبقي الأزمة، وهذا يؤكد بأن هناك نية لدى الرباط من أجل تجميد الأزمة عند المستوى الذي هي فيه، وليس هناك أي استعداد يعني تقديم خطوة أخرى أو فتح منافذ أو مخارج جديدة للأزمة الجزائرية المغربية. انضم إلينا من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد. كريم، دعم مغربي أعلن عنه عاهل المغرب محمد السادس لمساعدة الجزائر لمكافحة الحرائق، بالتأكيد تفاصيل هذا الدعم وأيضا آخر حصيلة للخسائر البشرية وأيضا المادية، وكيف تبدو الأوضاع لديك؟ آخر حصيلة معلن عنها من طرف وزارة الدفاع وأيضا مصالح الحماية المدنية بلغت 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا. هذه آخر حصيلة مقدمة، الحصيلة مرشحة للارتفاع، وممكن العشرات من الجرحى في حالة خطيرة جدا في المستشفيات، لا سيما في مستشفى تيزي وزو يعانون في العناية المشددة من حروق خطيرة. بخصوص الدعم الذي يريد أن يقدمه العاهل المغربي، والله ما سمعتك. خطيرة. بخصوص الدعم الذي يريد أن يقدمه العاهل المغربي، هذا يندرج في ضمن حملة ربما إقليمية ودولية تود العديد من الدول في العالم أن تساعد الجزائر في محنتها، سيما أيضا هناك فرنسا وهناك أيضا اليونان وتركيا يعني عدة دول تريد أن تساعد الجزائر في هذه المحنة. ربما أيضا يمكن أن يقرأ ذلك من خلال يعني الأخوة التي تطغى أيضا خاصة على الشعبين الجزائري والمغربي رغم كل الخلافات السياسية الموجودة. لكن يعني يبقى ذلك يعني محل إذا كانت الجزائر ستقبل هذا الدعم أو لا، يبقى ذلك قرارا سياديا من طرفي السلطات الجزائرية التي اقتنت أو أقول اكترت حتى الآن طائرتين خاصتين بإخماد الحرائق من طرف الاتحاد
الاتحاد الأوروبي. هذان الطائرتان أو هاتين الطائرتين كانتا يعني في اليونان من أجل مكافحة الحرائق الأخيرة التي كانت موجودة هناك. بالتالي ستدخلان اليوم حيز الخدمة في المناطق الأكثر تضررا هنا في الجزائر، لا سيما منطقة تيزي وزو التي عرفت أكثر من 80% من هذه الحرائق والتي فاق عددها 100 حريقا كاملا متواجدا عبر يعني العديد من الولايات في الوطن، في بجاية، في عنابة، في خنشلة، في سطيف، في قسنطينة، في الطارف، يعني 16 أو 19 أقول ولاية. آخر تحديث كان من طرف مصالح الغابات وحماية المدنية تؤكد بأن الحرائق مست 19 ولاية اليوم.